ما معنى نجم؟ لماذا أطلق الخالق عز وجل مسمى نجم على ذلك التكوين؟ ليه ربنا سمى التكوين اللي في السماء ده نجم؟ هل هو مسمى مثلا أستغفر الله جزافا، ولا ليه معنى؟ قلت لك عزيزي المشاهد، عزيزي المتابع، مرارا وتكرارا، أن الخالق أطلق المسميات في ملكوته بفعل تلك الأشياء التي يطلق عليها المسمى. يعني ثق تماما إن الاسم اللي أطلقه ربنا على الشيء ده لفعل من الاسم ده. خلاص كده؟ ده أساسي. يعني النجم ده في فعل هو بيعمله، عشان كده سماه ربنا سبحانه وتعالى سماه نجم. طيب سؤال أسأله لكم، ربنا خلق النجوم وضعها في أماكن معينة، فلا أقسم بمواقع النجوم. ليه؟ لهدف معين، وهو إنها تعمل إيه؟ رجوم للشياطين. قلت لك قبل كده في فيديو سابق وشرحت لك معنى رجوم. الرجوم يعني إيه؟ هي مثبتة، بتثبت الشيطان عندما يمر بجانب النجم، بيعمل له إيقاف، استوب هنا، اقف هنا يا معلم، ما تعديش من الحتة دي. ليه؟ عشان أنا نجم. يعني إيه؟ ما خلاص حلتها لك. النجم هو المثبت، هو المقيد. تاني، هو المثبت، هو المقيد، هو اللي بيحجم الأشياء عن الحركة، بيمنع أي شيء بيمر جنبه عن الحركة، بيثبته. ليه؟ لأن قوته أقوى من أي شيء حواليه، فبذلك هو بيثبت. تعال معايا نشوف الجذر بتاع نجم ده جاي منين. بسيطة، ليه احنا سمينا على عملية تجميد المياه جمد؟ فيها الجم. الجم في علم الجذر الأول هو التقييد والتوقف عن الحركة. الماء، يعني ايه جمدنا الماء؟ وقفنا حركة المياه، منعناها عن الحركة. الماء مائع. طب احنا جمدناه ازاي؟ سلبنا منه الطاقة بتاعته، سلبنا منه الطاقة بتاعته، حصل له ايه؟ جمد. جم، حصل له جم، ايقاف، حصل له سكون. كذلك الجامد، الشيء الجامد، الشيء جمد. الجامد، الشيء الجامد ده متماسك مترابط مع بعضه بعضا، تلقى حركته بسيطة جدا، والجامد متمسك على بعضه كده، مفيش حركة، ثابت. وتلقى الطاقة الداخلية بتاعته ساكنة ضعيفة، مش طاقة ساكنة موضعية داخل الجزيئات، مش طاقة منطلقة. يعني الجمد من الجمود، النجم من الجمود، من السكون. النا في علم الجذر الأول معناها أداة تعريف والجم المثبت، أي المسيطر، أي صاحب القوة المثبتة. يعني النجم ده عامل زي شخص واقف على نص شارع ذو قوة عالية، كل اللي يعدي جنبه ضعيف بيقول له اقف ياض. الشيطان لما يعدي جنبه كده، الشيطان قوته أضعف منه، اقف ياض. رايح فين؟ يقول معدي، يقول ما حدش يعدي من هنا ياض. ليه؟ لأني هثبتك. يروح مثبته مكانه، ممنوع. دي مش كده وبس، بعد التثبيت النجم ما بيكتفيش بكده، بيسحبه. لأن طب هيثبته ازاي؟ لازم يسحب الطاقة بتاعته، فبيسحب طاقة الشيطان، يروح ساحبها، يشفطها، يروح بلعها جواه، والشيطان راح في الكازوزة، راح في خبر كان زي ما بنقول عندنا في مصر، انتهى. بيبدأ الطاقة بتاعته بينهيها، فكده يفرغه من الطاقة، يموته، انتهى. عشان كده ربنا قال فلا أقسم سبحانه وتعالى بمواقع النجوم، مواقع المجمدات المثبتات في مناطق معينة يتم فيها الصعود أو العروج. ربنا حط النجوم دي اللي قلت لك قبل كده إن هي البروج في مواضع معينة، لأنها صاحبة قوة هائلة، قوة عظمى. البروج دي صاحبة قوة هائلة، قوة عظمى، طاقة عظمى، دي طاقة متوهجة عظيمة. قلت لك دي مواضع التوهج العظيم، يعني طاقة عظيمة جدا. فأي شيء بيمر جنبها بتثبته، لأن طاقتها أضعف منها، بيقول له ستوب، اقف. وأي شيء بيمر جنبه النجم بيبتلعه، ما بيخليهش، لازم يضيفه ليه. ومن خصائص النجم أنه حينما يريد بناء نفسه يجب أن يلتهم ما حوله، يلتهم ما حوله. هو كده مثبت، بيثبت كل شيء حوله ياخده. خلاص القول، النجم في علم الجذر الأول هو المثبت أو المسيطر أو الذي يجعل الأشياء تسكن بجواره، صاحب قوة عظيمة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جابه لك في أول سورة النجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
والنجم إذا هوى. إيه العلاقة؟ هسيبك تفكر في دي. ليه ربنا جاب النجم وجاب هوى؟ أجرب لك الموضوع، أبسطه لك شوية عشان تقدر توصل. لازم أنت برضو تفكر وتسعي بفكرك ببحثك الخاص وتدور وتجيب، مش عيب. ليه ربنا جاب القوة العظمى دي وقال لك إذا هوى؟ إن العظمى دي ليها مرحلة بتيجي كده بقوتها العظمى دي بتهوى، بتنهار. اقرأ سورة النجم وشوف القوة اللي بتنهار في سورة النجم. هتلقى والنجم إذا هوى دي آية محورية تدور حولها سورة النجم كلها. تدبر القرآن جيدا هتفهمه. هتتصل، هتسجد. حينما تسجد هتتصل، وحينما تتصل يجب أن تدرك. إن أدركت هتتصل، إن لم تدرك لن تتصل. ممكن تتصل بدون إدراك، لكن عندك ملكة داخلية بتوصلك. بس تخيل لو أدركت معنى حقيقي، شوف قيمة الاتصال هتبقى إيه. يعني شوف اتصالك المعرفية هيبقى إزاي. فعندما تدرك المعنى الحقيقي في كتاب الله سوف تصل إلى مرحلة السجود. اسجد واسجد واقترب. فإن فهمت كتاب الله بمعناه الحقيقي، كلماته بمعناها الحقيقي، ثق تماما بفضل الله سوف تقترب. لأن لا وساطة بين الخالق وبين عباده. قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ما هي الدعوة؟ الدعوة دي ذكر. الدعوة دي كلمات الخالق، أنت هتتصل بيه، هتقول له، هتخاطبه. مش الدعاء انك تطلب منه، لا، أنت بتدعو الخالق إن أنا عايز أتصل بيك. فربنا يقول لك عندما تريد هذا أنا قريب أجيب دعوتك، أجيب طلبك إن أنت عايز تتصل بيا. أنا موجود على طول، بس أنت ابدأ. إذا دعان فليستجيبوا لي. أنا ما قصرتش معهم سبحانه وتعالى، يقول لك أنا ما قصرتش معك، أنت استجيب لأني بعت لك الدعوة. الخالق بعت لك الدعوة قبل أنت ما تدعوه، كتابه. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يمكن توصل لرشد معين جميل يوصلك بالخالق. ده كل شيء عن النجم. طبعا في أشياء متعددة. ليه ربنا جاب لك والنجم والشجر يسجدان؟ ما علاقة النجم بالشجر؟ قالوا لك إن الشجر هو الحشيش اللي نايم في الأرض، أو بين العشب اللي مفروش في الأرض. يا سلام، قوة هائلة ضخمة، ويجيب لك العشب يعني الضعيف ده. ما علينا، دي لها وقفة أخرى. الشجر أو الشجرة مسماها في علم الجذر الأول، وارتباطها بالمعنى بما ورد في كتاب الله. أما النجم فاتبعه أنت في كتاب الله، اتبعه جيدا وشوف معناه اللي أعطته لك. قلت لك ده المثبت أو صاحب القوة المثبتة، ده اللي بيجمد الأشياء في مكانها، ما بيخليش حد يتحرك. خد المعنى ده واربطه عن النجم في كل مكان. والنجم له صفاته، ربنا جابه لك بصفاته ساعات. الطارق، النجم الثاقب، دي صفات معينة في النجم تاني كلها تندرج تحت القوة. البروج ده النجم برضه، النجوم برضه بقوتها الهائلة. في مسميات متعددة للنجم موجودة في كتاب الله بيصف لك تكوين الخلق ده أو المخلوق ده. هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.